انتهى لقاء الأهلي وجوانجو الصيني بفوز جوانجو بهدفين مقابل لا شيء لفريق الأهلي. ومعي الآن كابتن رامي ربيعة لاعب الأهلي للتعرف على تبعات هذه الخسارة. كابتن رامي، هارد لك. الحمد لله طبعا على النتيجة، يعني كنا نفسنا نفرح الجمهور اللي كده، يعني كان حاطط فينا امل، بس يعني دي كورة طبعا، انت ممكن تخسر وممكن تكسب، يعني الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله ان شاء الله. كابتن رامي، كانت لدى الأهلي السيطرة في معظم أوقات المباراة، لم يستغل الأهلي هذه السيطرة، كان هناك تباعد ما بين اللاعبين في الانسجام ما بينهم في الجمل. ايه السبب من وجهة نظرك؟ لا، هو ما فيش سبب، بس احنا يعني زي ما انت قلت كده كنا مستحوذين في بعض الاوقات، يعني كان في كذا كوره لو كانت جت كانت فرقت كتير معانا، كانت اديتنا ثقه على الاقل، لو حتى لو جبنا جون بيديك ثقه ان انت تجيب الثاني او قربت وتجيب الثاني. فهي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، اللي هو لو كنا جبنا جون بس من الكوره اللي ضاعت دي، وكوره عبد الله السعيد اللي في العارضه او كوره اللي بدماغي، فكانت كل الحاجات دي كانت قربت شويه النتيجه، كانت يبقى عندك حافز ان انت تجيب. انما انت لما بتبقى في ماتش وبطوله زي دي وبتلاعب فرقه محترمه، بتبقى انت لما بيدخل فيك جونين بتبقى انت يعني حاسس. ال 2-0 من وجهة نظرك يعني قضت على الامال يعني بالنسبه للاهلي اللي هو التعويض، خاصه ان الوقت كان قرب من نهايه الشوط الثاني؟ لا طبعا، مش ما فيش حاجه في الكوره اسمها مستحيل، يعني انت متوقع ان انت تجيب جون في اي وقت، بس انا زي ما قلت لك ان لو جه جون هيشجعنا اكتر، اللي هو ممكن نجيب جون في اخر ثانيه، بس هيبقى لازمته ايه؟ هيبقى 2-1، انت فاهمني؟ بس اللي هو طبعا الكوره ما فيهاش كده، واحنا حاولنا وكنا نفسنا نفرح الجمهور ده يعني، بس يلا الحمد لله نصيب. شكرا كابتن رامي، وهارد لك. ربنا يخليك. شكرا. اذا هذه